دكتورة تشتغل في مستشفى دار الشفاء، ودكتورة بقى 5 سنين متخرجة، ولكونها قرأت الإنجيل بس. مدير المستشفى أنهى انتدابها فورا وهتروح المنيا وتم بالتبشير. دي مشكلة خطيرة جدا جدا، زي الدكتور بتاع السعودية دكتور ممدوح. أول مرة في حياتي أنا اتصلت النهارده بمساعد وزير الخارجية وحددت ميعاد معاه يوم الاثنين الجاي، وهقدم له مذكرة شديدة اللهجة لأن ده دكتور ودكتور قبطي، ده مواطن. ازاي؟ لمجرد ده في تهمة للدكتور ممدوح منسوبه له في منتهى خطورة أنه يحرز ويحوز الكتاب المقدس. كلمة إحراز وحيازة لا تقال إلا لتجار مخدرات، كما لو كان الكتاب المقدس ده مخدر ومخدرات بيحملها او بيشيلها الدكتور ممدوح. الحقيقه احنا هنا في مصر امام مناخ فاسد ومتسمم تماما من ثقافه وهابيه جلبت من العربيه السعوديه ومن دول الخليج للاسف قلبت الاوضاع راسا على عقب.